شغلنا اليوم عمل سقف جرميت معدني اسباني مع بلاكاش وعزل. طبعا هذا كان سندوتش بانل، وطبعا لما جه الهواء شكله مكانش متثبت بمسامير كويس، فالهواء طيره وربنا ستر وما صابش احد يعني. طبعا الجدران الداخليه دي كلها مفيهاش اي نوع من التيوبات ولا اي نوع من الكاميرات بحيث انها تمسك السقف. هنضطر نفتح طبعا الجدران الواقفه كلها جبسون بورد، هنضطر نفتح فيها ونوقف كاميرات عشان نلحم فيها الشبكة، شبكة الحديد اللي هو الهيكل الأول للجرميد، علشان إن شاء الله ما يطير نفس اللي حصل الأول في سندوتش بنا. ومعنا خطوة خطوة إن شاء الله، تابعونا عشان تعرفوا طبعا طريقة العمل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا قصينا في الجبس على مستوى الكاميرات اللي هتركب جنب الجدار. طبعا الجدار هنا ارتفاع 1.80 و1.70 راكب سندوتش بانر. هنا طبعا قصينا في البلاط، وبنركب هنا فرنشات علشان طبعا نلحم فيها الكمر اللي هيشيل السقف من فوق. طبعا بعد كده هيجي حاج الجبس يقص على مستوى الشرائح الألمنيوم اللي مركبها، ويركب شريحة تانية وبعدين تدهن، ويرجع كل شيء كما كان، كأنك ما قصتش وكأنك ما ركبت شيء. وطبعا بدأنا توقيف الكاميرات ولف العجل من فوق. وبكده تم الانتهاء من تركيب الكاميرات. كاميرا 12 حرف اتش، وبكده تم الانتهاء من تركيب تيوبات 60-30 للأبلكاش. طبعا المرحلة القادمة تركيب أبلكاش 9 مللي أمبيلوس. طبعا هذا مجرى مية جنب الجدار. والآن بيتم تركيب الأبلكاش، أبلكاش 9 مللي أمبيلوس. وبكده تم الانتهاء من تركيب الأبلكاش، والحين بنبدأ بتركيب العازل المائي. طبعا داتكو فايبر ضغط 160 سمكة 4 مللي. الآن بيتم تركيب العزل المائي وتحريك كده. تم الانتهاء من تركيب العزل المائي، والآن بنبدأ في تركيب مبسط 3 مللي في 3 سنتي، طبعا عشان يمسك التيوبات اللي هي فوق حق الجرمين.
وبكده تم الانتهاء من تركيب كيلوات 1530. والآن بيتم تركيب العزل الحراري، 1 بوصة وجرميت أسباني لون أزرق. وبكده تم الانتهاء من تركيب الجرميت، جرميت أسباني لون أزرق. وبكده تم الانتهاء من تركيب الزوايا، باقي علينا تغسيل العمل. وبكده تم الانتهاء من تغسيل العمل.